السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. رياضية وبكل محبة بقدم المباركة والسعادة للنادي الأهلي. النهاردة النادي الأهلي أدهشنا جميعا، وخاصة جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي نفسه اندهش، وحاجة غير طبيعية. النادي الأهلي النهاردة كان في برج سعده، يعني طبعا في مجهود وتعب واداء وتركيز وجديه شديده. قال لك احنا يعني ما اديناش الاهلي حجمه من الاهتمام، يعني برضو كان لازم نهتم باكتر من كده. لكن قبل ما اتكلم على اداء الاهلي وقبل ما اتكلم عن اي حاجه، لازم اتكلم على موضوعين يعني بنبص لهم بشكل انشائي. نمرة واحد، روح الفانيلا الحمراء. في زي ما بقول لحضراتكم دايما كده تعبيرات إنشائية مجازية تنحت في يعني دولاب بطولات النادي الأهلي، ولكن النهاردة عايز تعرف روح الفانيلا الحمراء، اتفرج على ماتش النهاردة. جمهور النادي الأهلي شاطر جدا في نحت العبارات التاريخية. يعني مثلا هم اللي طلعوا ايه؟ روح الفانيلا الحمراء. فتحس كده ان انت طول الوقت قدام الكيان بتاع روح الفانيلا الحمراء. خلاص هم شكلهم كده روح الفانيلا الحمراء. بعد كده نحتوا لنا حاجه اسمها القضيه ممكن. هو القضيه هو كده، الاهلي بيعمل كده، هي القضيه ممكن. عندك مانع؟ لا مفيش القضيه. طب ما احنا جبنا جونش لا لا لا، هي القضيه ممكن بتاعت قفشه. خلاص هو الاهلي كده القضيه ممكن. نحتوا لنا حته حلوه ملفوفه لفه هديه. قال لك ايه يا باشا؟ قلت له نعم يا فندم، اي خدمه. الاهلي بمن حضر. ايه الاهلي بمن حضر؟ خلاص مش عايزين بقى دوشه، خلاص نحتنا لكم الاهلي بمن حضر. فيبقى الاهلي دايما عنده الشعارات التاريخيه. في لعيبه النهارده في الاهلي انا ما اعرفهاش، والله ما اعرف اساميهم، يعني ما يعني ناس ما، انما من غير القوه الضاربه في الاهلي. فالاهلي بمن حضر يا ساده. نحن نشهد المد الكروي المصري. اوعى رجلك، اوعى وشك، انت الان تشهد المد الكروي المصري. الغضب المصري آت. الاهلي والمنتخب حاجه تشرف وحاجه عظيمه. عندك لعيبه من العيار الثقيل، واللي اهم الروح، الحضن، البوس، بلوبيف، الحاجات بقى، الكلام الحلو بتاعنا. ونستنى شريف الحريف اللي بياكل بلوبيف والحاجات دي كلها اللي بعد كده ان شاء الله في هذه البطوله. ولكن فعلا روح الفانيلا الحمراء، القضيه ممكن، الاهلي بمن حضر، كل الاشياء العظيمه اللي موجوده في دولاب البطولات بتاعه النادي الاهلي. وتلقى كده ناس قيمه من المحترمين زي كابتن نبيل الحلفاوي، يروح كاتب لك كده تراك، تلقى التايم لاين كله احمراوي والاهلي بمن حضر. وناس كلها تبعت لي مسجات، اغلبهم طبعا بيبقوا اهلاويه، لانه اغلب الممثلين اهلاويه بالمناسبه. ليه ما اعرفش، انما اغلب الممثلين اهلاويه. المهم اغلبهم بعت لي مسجات، يا عمرو نعم الاهلي بمن حضر. حضر يا فندم، يعني ما احنا عادي هنعمل ايه غير كده؟ انه الاهلي بمن حضر والدقيقه 90 وروح الفانيلا الحمراء والقضيه ممكن. تخلينا كلنا نتشائم، يعني كلنا نشعر بالتشاؤم في بدايه الموسم، انه الرباعيه يا اهلي والخماسيه يا اهلي والسداسيه يا اهلي، كل الحاجات دي تحسسك ان احتمال كبير الاهلي السنه دي مع نهضه الزمالك لا يحقق نفس الاشياء. بس انا حزين، بس انا برضو